الحمد لله الذي لم يزل عليا، إذا عاهدته وجدته وفيا، وإذا خاصمته وجدته قويا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو خير نبي أرسله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض يا ربنا عن صحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. ثم أما بعد، عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. اتقوا الله عباد الله، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يوصينا ربنا تبارك وتعالى بالتقوى في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اجعلنا من المتقين، واحشرنا في زمرة المتقين يوم العرض عليك يا رب العالمين، آمين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، عباد الله، أداء العبادات والطاعات مع الإصرار على المعاصي والذنوب. هناك كثير من المسلمين اليوم من يحافظ على العمل الصالح من صلاة وصيام وزكاة وحج وتلاوة للقرآن وصلاة بالليل، لكنه مع ذلك مصر على المعاصي كبيرها وصغيرها، وهذا أمر خاطئ وأمر عظيم عند الله جل وعلا. فالإصرار على المعصية سببه تكرار الذنوب وتراكمها، والإصرار على المعصية ذنب عظيم، ولعله أعظم من الذنب الأول. أذنب ذنبا ثم أذنب ثم أذنب حتى تراكمت الذنوب، فيصبح هذا الذنب الثانية والثالثة أعظم من الأول، حتى تتراكم عليه الذنوب والمعاصي. ولهذا قيل: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ما معنى هذه العبارة؟ لا صغيرة مع الإصرار، أي إذا
أصر العبد على الذنوب الصغائر من النظر وغير ذلك، أصر عليها وتراكمت عليه فإنها تصبح من الكبائر. الصغيرة مع مرور الزمن ومع تكرار الذنب الصغير والمعصية الصغيرة تصبح كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، والكبائر تذهب وتمحى إن تاب منها وأقلع واستغفر الله وأناب ورجع وندم وعزم أن لا يعود إليها. لا تكون هناك كبيرة عند الاستغفار الحقيقي. والاستغفار الحقيقي أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى. ولذلك مدح الله المتقين، مدح الله المؤمنين وذكر صفتهم وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة كالزنا وشرب الخمر وأكل الحرام وقذف المحصنات وانتهاك الحرمات، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي تذكر الله واستغفروا لذنوبهم، تابوا وندموا ورجعوا واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على هذه الذنوب بل أقلعوا عنها ورجعوا إلى الله وأنابوا وتابوا وندموا وهم يعلمون أن الله تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من تاب ويبدل السيئات حسنات إن تاب وعمل صالحا. والإصرار على المعاصي عباد الله هو نقص في الدين والإيمان وضرر على القلب، وربما يستهين العبد أو المرء بالمعصية حتى تتكرر عليه المعصية فتجره إلى معصية أخرى، ثم المعصية الثانية تجره إلى المعصية الثالثة، وهكذا حتى تتكرر عليه المعاصي والذنوب. وإن الذنوب والمعاصي عباد الله لتحبط العمل الصالح وتذهب الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. جبال تهامة في مكة جبال عظيمة من كبر حجمها. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، ليس بسيئات، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، أي منكم، مسلمين مؤمنين يصلون يصومون يعملون الصالحات ويأخذون من الليل كما تأخذون ويقومون من الليل يصلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فيجعلها الله هباء منثورا. هذه الحسنات التي جمعها في الدنيا ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال جبال تهامة بيضاء من كثرة عددها ومن عظم الحسنات، قال يجعلها الله هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، إذا اختلى عصى الله، زنى
وشرب الخمر وقذف المحصنات وسمع الحرام ونظر إلى الحرام وارتكب الحرام، عندما يخلو وحده تذهب هذه الحسنات جميعها فيجعلها الله كالهباء الذي تأتي الريح فتنثره في الجو. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي عذاب وهلاك لمن يصرون على المعصية، على ما فعلوا من المعاصي وهم يعلمون أن هذه معصية وأن هذا ذنبا كبيرا. والإصرار على المعاصي كما قلت يحبط العمل، لأن الله تعالى قال: وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. ووصف المنافقين والعاصين بأن أعمالهم السيئة ومعاصيهم وذنوبهم تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة يدخلون النار. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لنأخذ نماذج من هذه المعاصي التي يصر عليها اليوم كثير من المسلمين. يصلون في المساجد الجماعة ويصومون رمضان ويختمون القرآن ويتصدقون ويذهبون إلى الحج والعمرة ويفعلون الخيرات ويعملون الصالحات وربما يقومون الليل، لكنهم يصرون على شرب الخمر. وشرب الخمر يحبط العمل ويخلع الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم يصلي ويجب عليه أن يصلي ولا يجوز له ترك الصلاة، ولكن يجب عليه ترك شرب الخمر، لأن هذا معصية لله وكبيرة من الكبائر ويحبط العمل، ولا يجوز له ترك الصلاة وسائر الفرائض، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يقلع عن هذا الذنب. وإن شرب الخمر ينزع الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي ليس بمؤمن عندما يشرب الخمر. والمعصية الأخرى الإصرار على فاحشة الزنا، أعاننا الله وإياكم. وما أكثر المصلون اليوم والقائمون والصائمون والعابدون الذين يقعون في هذه الفاحشة، أعاذنا الله وإياكم وأجارنا منها وعصمنا من هذا الذنب. يقعون في الزنا وهم يؤدون الفرائض على أكمل وجه. والزنا أيضا ينزع الإيمان ويحبط العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. عندما تنزع ثوبك ودشداشتك قميصك تنزع بالكامل، كذلك الإيمان مع الزنا وشرب الخمر ينزع كما يخلع أحدنا القميص والثوب من رأسه. فما أكثر المسلمين اليوم نسمع ونرى أنه يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويصوم رمضان ويعتكف في المساجد ويذهب إلى بيت الله الحرام ويتصدق من أمواله، لكنه يقع في فاحشة الزنا، في العلاقات الشرعية مع النساء، يسهر الليل على جواله يراسل النساء. فهذا والله يذهب حسناتك ويذهب تعبك، وتأتي يوم القيامة حسناتك هباء منثورا. ومن المعاصي والإصرار على المعاصي أيضا الإصرار على أكل المال الحرام، كأكل الربا والرشوة والغش في البيع والشراء والمماطلة في أداء الديون. وهذا والله أيضا
إذا أصر عليها العبد فإنه يذهب الحسنات ويحبط الأعمال. وكذلك قطع الأرحام وعقوق الوالدين. وما أكثر الذين يصلون ويصومون ويؤدون فرائض الله لكنهم يعقون آباءهم ويعصون آباءهم وأمهاتهم ولا يحسنون إليهم ولا يطيعونهم ولا يبرونهم، بل منهم من يضربهم ويلقي بهم إلى الخارج ويلقي بهم إلى دور العجزة. والله تعالى قال: وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأما قطع الأرحام فقال الله تعالى: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وما أكثر الذنوب والمعاصي اليوم التي يصر عليها العباد وهم مسلمون مؤمنون يصلون يصومون، لكنه ابتلي بالإصرار على المعصية. عبد الله، اقلع عن المعاصي وحافظ على حسناتك وتب إلى الله وكن من المنيبين ومن التوابين وتطهر من الذنوب وارجع إلى ربك وحاسب نفسك وصبرها على المعصية وامسك لجام نفسك ولا تجعلها على هواها كي تحافظ على أعمالك الصالحة وتعبك الذي تتعب ليلا ونهارا وحسناتك التي تجمعها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم.